السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة هنعمل مع بعض طبعا وصفة حلوة جدا بالسمبوسة. بص، كلنا عارفين طبعا السمبوسة بتعمل بقى حادق، احنا هنعملها المرة دي حلو. تمام. اول حاجة طبعا هنبدأ مع بعض كده نعمل الشربات زي ما قلت لكم، الشربات المظبوط بالنسبة معايا للحلويات زي الجلاش والسمبوسة مثلا والقطايف. بتبقى 3 كوبايات من السكر واربع كوبايات ميه ونص نص عصير ليمونيه يعني. تمام. بصوا بقى، انا كنت عامله طبعا معاكم جلاش محشي كنافه، فالكنافه دي اللي كانت باقيه معايا حطيتها في كيس في التلاجة. تمام. قلت بقى استعملها في ايه؟ هما كانوا شويه صغيرين يعني، الباقيين مش هينفعوا لحشوه تانية احشي بيها جلاش تاني يعني. فانا طبعا ايه، قلت اما نطلع السمبوسه كده مع بعض ونجرب نحشيها حاجه حلوه. انا بستعمل النوع ده يعني، بجيبه من محل بتاع فطير وفطاطري، بيعمل طبعا اللي هو العيش السوري، وبيعمل السمبوسه وبيعمل كل حاجه وجلاش وكنافه. تمام. هنبدا كده طبعا نجيب مع بعض الحشوه بتاعتنا ونمسك السمبوسه كده. انا بس بوريكم بنلفها ازاي اهي. بنعملها زي جيب كده، بنعمل لها جيب صغير ونحط فيه طبعا الكنافه بتاعتنا. طبعا احنا زي ما قلت لكم، زي ما بنستخدمها حادق هنستخدمها المرة دي حلو. بصراحة جربتها حلوة جدا. حاولوا بقى كمان كمان تجربوها. جربوا السمبوسة لو ما عندكوش بقى جلاش ولا عندكوا اي حاجة ولا قطايف. فجربوا لو عندكوا كمية من السمبوسة وعايزين تغيروا يعني وتشوفوها بقى حلوة زي ما انا لقيتها حلوة ولا لا. فهنمسك مع بعض كده السمبوسه نلفها زي الجيب ونحط الحشوه ونلفها معانا تدينا الشكل ده. وهنلف معاكم كمان واحده. بصوا، انا ما كانش في حد بيصورني في الوقت ده لحد ما بنتي جت من تحت لقيتها، قلت لها تعالي يا بنتي امسكي لي الموبايل كويس عشان يعني اقدر اوريكم انا بلفها ازاي. ده لحد دلوقتي كده كنت بلف لوحدي. بصوا، احنا بنعمل لها جيب كده ونحطها كده فيها الحشو ونلفها لحد ما تدينا في النهايه الحته دي. بندخل طبعا الحته دي جوه في المفتوحه دي، ومش بتفك معانا خالص واحنا بنحمرها في الزيت. انا بعمل كده معاكم كذا واحده اهو. سهله جدا ولفتها مش سهله. بصوا اهي، انا كانت عندي دي في الفريزر طبعا، بطلعها قبل ما بعمل كده بنص ساعه وبستخدمها عادي مفيش اي مشكله. هنا كنت برضو بحاول ان انا الف لحد هي ما جت بصراحه ومسكت الموبايل اهو. بصوا سهله جدا. ايوه هي كده كانت جت ومسكت لي بقى الموبايل عشان اقدر ان انا اوريكم ازاي بتلفوها. وسهله جدا زي ما قلت لكم، ما فيهاش اي صعوبه. بنتني بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده معانا، بسم الله ما شاء الله، واحده واحده اهو بتتلف معانا بكل سهوله. بصوا هي بتحاول يعني بصوا بتلاقوها هي بتلف نفسها يعني. واللي هو الطرف الاخير ده بندخله في الفتحه الموجوده معانا. تمام. هخلص بقى طبعا كل الكميه وهوريكم انا عملت اهو شويه بالكنافه اللي كانت يعني متبقيه معايا. وكنت طبعا حاطه الزيت على النار بيسخن. مفيش وقت خالص، مش هتاخد معانا وقت يعني، هنقليها في الزيت على طول. هنشيل طبعا بقى بقيه الكميه دي في الكيس بتاعها ونحطها في الفريزر تاني. هنقلي كده شويه واحده واحده. هنحط كده يعني ما تسهوش عليها عشان بتاخد لون على طول. بصوا هي ما فكتش معانا في الزيت ولا اي حاجه. انا تنيتها. لو مش هتعرفي تعملي الخطوه دي ممكن تعملي شويه دقيق بشويه ميه وتدهني الطرف بتاعها كده وتيجي ايه لزقاها عادي مش هتفك. بس انا زي ما قلت لكم بتدخلي الطرف الاخير ده فيها كده من جوه مش يعني مش هتفك. تمام. هنا هنحمر طبعا كل الكميه اللي معانا. ومعانا طبعا الشربات بتاعنا جنبنا، شربات بارد اهو. هنطلع كده من الزيت على شربات بارد. وطبعا كان باقي الكمية كده هنقلبها ونسيبها في الشربات. ونحط بقية الكمية بتاعتنا اللي باقية. هنسيبها شوية كده بتاع يعني دقيقة كده في الشربات ونطلعها على مصفى طبعا او على مناديل طبعا مطبخ. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده كنت خلصت بقية الكمية كلها. سهلة جدا وحلوة وتغيير شوية. تمام اهو. احشي بقى زي ما انت حابة، ممكن تحشيها بلح، ممكن تحشيها مكسرات، ممكن تحشيها اي حشوة حلوة انت حابة تحشيها لها. تمام. هنطلع كده واحدة واحدة معانا في المصفى. طبعا هتصفي كويس جدا من الشربات وهنحطها لكم طبعا في طبق التقديم.
ده كان فيديو كده خفيف وسريع، حبيت اوريكم التجربة. انا كنت اقول لا مش هينفع، مستغربة الموضوع، فلما نجرب مفيش حاجة يا جماعة لما نجرب. تمام اهو، ده شكلها النهائي، وكان شكلها حلو وكان طعمها كمان احلى. بقول لكم شكرا جدا على مروركم الكريم، اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد، مع الف سلامة.